كيفاش تغطي الهالة السوداء وتخرج لك نتيجة تسخف تحت عينك، تكون قطعة واحدة موحدة، ما كانش خطوط، ما كانش تقشير، ما تكونش مقشرة تحت عينك، بالمنتجات، بالتفاصيل، بالأسعار، بكلش كلش راح نشرح لك كلش. تخرجي بعد هذا الفيديو متقنة كيفاش تغطي الهالات. نبداو بالمنتجات واش تحتاجي. اول حاجه نحبك تفهميها باللي كاين 3 طرق تقدري تغطي بها الهالات. راح نعطيك الطرق في 3 باش تعودي عارفه كلش واش لازم تستخدمي واش ما لازمش تستخدمي. كنت تشوفي فيديو وحده مثلا دير مكياج الوحده تستخدم هذه الطريقه تفهميها على واش راهي قاعده تستخدم فيها. اول حاجه تحتاجيها هو انه يكون عندك كونسيلر يكون غامق على لون البشره تاعك بزوج درجات هكا. لازم يكون غامق باش نغطوا الهالات السوداء ونوحدوها. فهمتي؟ حبي تستخدمي كونسيلر يكون سائل كيما هذاك ولا يكون كريمي في باليت كيما هذه، لك الاختيار ولك حريه الاختيار. المهم لازم يكون كونسيلر غامق على لون البشره تاعك بدرجتين. اوكي. ثاني طريقه واحده اخرى حبيت نهضر لك عليها، انك تقدري ثاني تغطي الهالات بلون مصحح. واش معناها لون مصحح؟ دركا الهالات تاعك تعود رايحه اللون الازرق ولا رايحه اللون موف ولا جايه قري كيما هكا، نستخدموا لها لون يكون برتقالي ولا مشموشي. بيتش، فهمتيني؟ كيما هذا اللون البرتقالي راه كاين في الباليت هذه. على حساب شوفي على حساب درجة غمقان الهالات نتاعك تزيدي في الغمقان تاع اللون البرتقالي. اذا كان غمقان خفيف ديري برتقالي اخفف من هك، واذا كان آه هالتك غامقه بزاف ديري برتقالي غامق كيما هذاك اللي راه في الباليت. ان شاء الله تكون فهمتيني. والطريقه الاخيره اللي يستعملوها كي تكون وحده ما عندهاش مصحح، تروح تستعمل بلوش اللي هو فراجو احمر للخدود هذاك، ولا غوجا لافر يكون رايح اللون البرتقالي. بس احنا ما عندناش مصحح نروح نستعمل حاجه تشبه له، نجيب فراجو ولا نجيب غوجا لافر يكون رايح للون البرتقالي نستخدمه تحت عيني. ديري نقطه صغيره في المصحح ولا في الغوجا لافر، ديري نقطه صغيره تحت عينك وتوزعيها. هذا مكان، ومن وراها تكملي الروتين تاعك عادي. تحطي كونسيلر يكون فاتح بدرجه ولا بزوج على لون البشره تاعك باش تنوري تحت عينك وتضيفي اضاءه. ومن بعد باش تثبتي الكونسيلر، هذه خطوه مهمه، تحتاجي لوس باودر ولا بودر ليبر، في زوج عندهم نفس الاسماء نفس الاسم لنفس الحاجه. لازم تكون غامقه ولا تكون نفس درجة اللون تاع البشرة تاعك، لازم تكون غامقة بدرجة ولا نفس لون البشرة تاعك. ركزي لي مليح، كنت تجيبيها فاتحة الهالات تعاود ترجع تبان وتعود تبان قري تحت عينك. احنا ماناش حابين هكا، على بها لازم تجيبي بودر تكون نفس لون البشرة تاعك ولا اغمق بدرجة برك. كيما هذه تاع واش اسمه فلورمار، هايله شريتها 95 الف، ماهيش اوريجينال هذه. ومن وراء ما ثبتي بلوس باودر تروحي تجيبي كومباكت باودر. تكون هنايا تقدري تجيبي كومباكت باودر تكون فاتحه باش ديري اضاءه وتنوير تحت العين باش تفتحي. احنا كامل نحبوا تحت العين تكون منوره وضاويه، دونك هنا تقدري تستخدمي كومباكت باودر تكون فاتحه. هذه نوت درجه 1 هايله. كي نقولك ديرلك فلتر تحت عينك ديرلك فلتر، شريتها 130 الف، هايله هذه. ونجو دركا للتطبيق، راح نطبق لكم طريقه تاع كونسيلر الغامق لانها اسهل حاجه واكثر حاجه تقدري تجربيها وديريها بلا ما تخافي انها تفسد لك ولا ما تقدريلهاش. كما راكم تشوفوا هذه راهي ما عندهاش هالات، دونك راح درت لها هالات انايا بالكونتور وخليته حتى يشوفوا يشد روحهم مليح باش زعما نحاول انه يكون عندها هالات تاع الصح. راح ندير لكم في عين طريقه صحيحه وفي عين طريقه الغلطه. الطريقه الغلطه هو انك ديريكت تروحي تجيبي كونسيلر يكون فاتح عليك وتحطيه فوق الهالة ديريكت كيما راه توزعيه كيما راكي تشوفي. هذه الجهه الغلطه، احنا راح نطبق لكم الطريقه الغلطه اللي ممكن ديريها. ومن بعد تجيبي بيوتي بلندر وتسطمبيه فوق عينك كلي ما على باليش تلطخيه كيما راه فوق عينك. شوفي واش راح يصرى. اولا الهالات مازال تبان، ثانيا الكونسيلر راح يبان لك بلي راه مش مدموج مليح، مالغري حاولت ندمجو لو ماكسيموم راح تحسيه هكا بلونغلين جروب باتشي، شغل بلاصه فيها بلاصه ما فيهاش، متقطع، تحسيه هكا ما على باليش بلاصه مقشر مخطط شويه، فهمتي؟
نجو دركا للطريقه الصحيحه اللي لازم عليك ديريها واللي هي الاساس صحيح. اول حاجه ترطبي تحت عينك. انا رطبت بهذاك المرطب تاع واش اسمه زوره هيه، وتوزعيه مليح على عينك وتخليه حتى عينك تشربو كامل. ريحي 5 دقائق 3 دقائق ما يهمش، المهم حتى تشربو عينك كامل كيما راكم تشوفوا شرباتو. دركا تجيبي الكونسيلر الغامق تاعك توزعيه تحت عينك وتحطي كونتيتي. ما تحطيليش نقطه ومن بعد تقولي ما تغطاتليش. لطخي حطي كونتيتي نسحق تحت عينك. باسكو كي ديري في المكياج معناها لازم حطي لي كونتيتي من الكونسيلر الغامق هذا كيما راك تشوفي راني غطيت العين كامل به. وتخليه يريح 2 دقائق 2 دقائق على باش يشد الكونسيلر روحه. وكل ما يريح هذاك الكونسيلر اكثر كل ما يثقال ويعطيني تغطيه اكبر. من ورا هذوك 2 دقائق تجي ترشي لي اي فيكساتور تاع مكياج عندك. ما عندكش فيكساتور تاع مكياج رشي لي ما ورد، رشي ما ورد باسكو اصلا المكياج مخدوم بالماء يعني موش راح يفسد لك. ديري ما ورد ومن بعد جيبي بانسو كيما راكي تشوفي وزعي بالطبطبه ماشي بالحكان كيما هكا راح تبقى تبان لك الهالات. بالطبطبه بشوي طبطبي بشوي وبدي وزعي في الكونسيلر تاعك وغطي الهالات تاعك كامل. راح نزرب لك بلا ما نقص حتى مقطع من الفيديو باش تشوفي كيفاش تدمج وغطى لي كلش. شوفي كيفاش راه مدموج وكيفاش غطى الهالات كامل بلا مازال راني ما درتش البيوتي بلندر. وشوفي كيفاش راه موش مقشر موش مقطع غير بالبانسو. شوفي كيفاش راه هنايا جايه بلاصه موحده مالغري راهي غامقه باسكو الكونسيلر غامق بصح موحده. دركا تروحي تجيبي الكونسيلر تاعك الفاتح وتحطيه تحت عينك. حطي تحت الزاويه تاع عينك وحطي في النهايه تاع الزاويه وحطي فوق عينك. حتى هذا حطي منه كونتيتي ما تقوليش نحط نقطه. حطي كونتيتي باسكو درنا كونسيلر غامق لازم نفتحوا البلاصه قد ما تحتاجي. تحتاجي بزاف حطي. استومبيتيه وحسيتيه بلي مازال ما يكفيكش زيدي حطي. خليه 2 دقائق حتى ينشف ومن بعد عاودي رشي فوقو الماء ورد ولا الفيكساتور تاع المكياج. ونسيت ما قلت لكمش المره اللي فاتت كي ترشي خليه شويه تشربوا البشره 1 دقيقه ولا 2 هكاك كيما راكي تشوفي راني ننفخ عليه ولا نروح عليه حتى ينقص شوي من هذاك الماء. من بعد ارواحي ستومبي بالبانسو تاعك مره اخرى بالبانسو ماشي بالبيوتي بلندر باسكو البانسو يعطينا تغطيه اكبر من بالبيوتي بلندر. البيوتي بلندر تمصلنا كامل البرودوي. دونك استخدمي البانسو وطبطبي كيما راك تشوفي. انا راني غير نستومبي فيه بالبانسو بشوي مانيش حنقص لكم حتى مقطع باش تشوفوا باللي بانس وحده يكفي. ودوك يتغطونا الهالات. كي تحسي روحك محتاجه كونسيلر اكثر زيدي كونسيلر ما تبخليش روحك ما تقوليش بزاف ويخطط لي ويدير لي. ما يخطط لك ما يدير لك. حطي كثري قد ما تحبي زيدي. بعد ما تدمجيه وتوزعيه مليح بالبانسو تاعك دركا تروحي تجيبي البيوتي بلندر وتبدي تطبطبي غير بالطبطبه ستومبي برك ما تحكيش كنت حكي يفسد كلش درتيه من الاول. طبطبي برك كيما راك تشوفي تدمج لي وكلش جاي هبال وكلش متوحد لا تخطاط لا تقشر. شوفي الفرق ما بين الجهه هذه والجهه هذه راكي تشوفي. دركا الخطوه المهمه ثاني تجيبي قلنا لوس باودر تكون غامقه على البشره تاعك بدرجه ولا نفس لون البشره تاعك. ما تجيبيهاش فاتحه. جبتي فاتحه فسد كلش ترتيه. جيبي واحده تكون غامقه بدرجه ولا نفس لون البشره تاعك. تحطي تجيبي واش اسمه هذيك اللي تهزي بها البودر تاعك لاوبيت ولا ما باليش واش اسمها. المهم هذاك المثلث تهزي بيه شويه ومن بعد تنقصي من البرودوي اللي هزيتيه في يدك كيما راك تشوفي ستومبيت في يدي باش ينقص الزايد. ومن بعد تجي بالضغط كيما راكي تشوفي تحت عينك وضغطي. ما تحكيش كي تحكي يفسد كلش. ما تحكيش اضغطي كيما راكي تشوفي. وكي تحسي روحك محتاجه زيدي عاودي هزي من يدك ماشي تروحي تعاودي تهزي لي كونتيتي واحده اخرى من الاخر. نحتاجو غير شويه غير باش نثبتو كونسيلر اوكي وبالضغط ماشي بالحكان. الجهه هذه الخطا هو انك تروحي تجيبي بودر فاتحه بزاف سواء كانت لوس ولا كانت كومباكت. شوفي الفرق ما بين اللي استخدمتها في الجهه الصحيحه وما بين الغلطه. شوفي هذه شحال راهي فاتحه بزاف
بزاف. هذه راح تخلي لك تحت عينك كري يعود رمادي. والغلطه الزوجه انك تروحي تهزي كونتيتي ديريكت وتحطيها فوق عينك، تحطيها تحت عينك وفوق عينك. او ماي جاد، راح تصرى كارثه في عينك، راح يتقشر لك الكونسيلر وتحكيه. ثاني الخطا الرابع ولا الثالث، تحكي شوفي كيفاش راح يقشر لك الكونسيلر، راح يبان لك مش مدموج، راح يخطط لك الهالات، راح تبقى تبان وبالعكس تعود تبان اكثر وكثر، تعود تبان كارثه. شوفي كيفاش راه مخطط ومقشر ماهوش مدموج. البودر تحسيها كتلت لك في بلايص، وشوفي هاد البلاصه كيفاش راهي نظيفه ومتوحده جايه صافيه قطعه واحده، لا تخطط لا والو. راكي تشوفي في الفرق ولا ما كيش تشوفي؟ نجو للجهه الصحيحه، هو انك تجيبي دركا كومباكت باودر للتنوير، تكون فاتحه بدرجه بزوج بثلاثه كان حبيتي على لون البشره تاعك، دركا باش تفتحي تحت عينك باش تخليها تبان منوره وضاويه. تهزي كونتيتي بالبونجه تاعك ولا ما بليش اسمها دي لاوبيت، وتزيدي تنقصي منها في يدك بالضغط، وتجي فوق عينك وتضغطي ما تحكيش. كي تحسي روحك مازال محتاجه زيدي عاودي هزي ونقصي في يدك وزيدي اضغطي تحت عينك. كيما راكي تشوفي فيا راني نضغط مانيش نحك، كان حكيتي في سد كلش اضغطي. اوكي، راح جبت هنايا كوطونتيج باش نظف لها عينها ونظف لها حاجبها ونوري لكم النتيجه النهائيه. شوفوا لي كيفاش فلتر، والله ماني حاطه فلتر على الفيديو، كلش كيما راكم تشوفوا. شوفي لي كيفاش نظيفه، شوفي هنا كيفاش راهي مقشره والهالات مازال تبان ماهيش مدوجه مليح، حالتها كارثيه. وشوفي لي هنايا كيفاش مقشر الكونسيلر، شوفي هنا كيفاش كلش نظيف متوحد. قلت لكم هذيك البودر نوت راهي فلتر كي نقول لك فلتر. شوفي لي لا خطوط لا تقشار لا حتى حاجه. واخر حاجه ديريها باش تنقصي المنظر تاع بلي راه وجهك فيه بزاف بودر، تروشي فيكساتور تاع المكياج وتزيدي تعاودي تروحي ليه ولا تنفخي ليه ولا تخليه حتى دقيقه زوج حتى ينشف. وشوفي لي كيفاش يرجع وجهك. هنا راني عاودت لها حواجبها، شوفي لي كيفاش يرجع هايل هايل هايل. كيفاش نظيف كيفاش متوحد، قطعه واحده راحت المنظر هذاك تاع البودر بلي راه بزاف الهالات متغطيين كلش بيرفكت. وهذا ما كان، هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم ونكون فتكم ولو بحاجه قليله. ما تنساش ديري لي لايك واشتراك. اختاه راني نشوف فيك استفدتي من هذا الفيديو ولا ما استفدتيش؟ مالا ديري لايك وديري متابعه. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.